السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين الحواوشي؟ بصوا، اللي ما جربش حقيقي والله، خلطة الحواوشي بتاعتي دي فايته كتير، وتوابل الحواوشي بتاعتي برضو فايته كتير، وطريقة الحواوشي برضو فايته كتير. لو عايزين تعرفوا الطريقة والوصفة والحواوشي كده اللحمة ما شاء الله متماسكة كده وحاجة كده اللهم بارك، تعالوا عندي في قناتي منوعات وأكلات سهلة وبسيطة، وانتوا تعرفوا أحلى طريقة لعمل الحواوشي، سهل وبسيط، ولا افتكاسات ولا أي حاجة. بس بالله عليكم بالله عليكم صلوا على النبي الأول، وما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك وفي المشاركة. أكبر بيكم معاكم إن شاء الله. يلا تعالوا في فيديو وتتعرفوا أحلى طريقة لعمل الحواوشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والله بصوا يا جماعة، احنا بقينا في زمن لا حول ولا قوة إلا بالله، محدش مستحمل حد فيه. والزمن اللي احنا فيه ده مع ضغوطات الحياة والله عايز فعلا، او عايز الواحد تبقى اعصابه كده في تلاجة. كنت لسه بصراحة يعني بيني وبينكم كده، يلا بنعمل الوصفة كده ونرغي مع بعض نسلي بعض يعني. كنت واقفة في البلكونة كده وشفت ايه، احنا تحت البيت عندنا كده في يعني ايه محلات يعني وكده، ففي اتنين يعني زبون يعتبر وصاحب المحل. الزبون بصوا عمال يتشال ويتحط واعصابه ويزعق ويشخط، وصاحب المحل بصراحه والله هو الزمان ده عايز كده، واقف كده بصوا عادي خالص اعصابه في تلاجة. الراجل حاسه كده انه هيجيله جلطه والله وهو واقف، وعمال يقول ويعمل، وصاحب المحل بصوا ولا في دماغه، عمال يقول له اللي انت عايز تعمله اعمله. فلازم يا جماعه تبقى اعصابنا كده هاديه، ما ناخدش كل حاجه على اعصابنا يعني، كل حاجه ما تجيش على اعصابنا، لازم ناخدها كده بالراحه. انا ذات نفسي والله في بدايه حياتي كده كنت كل حاجه اخدها ايه، على اعصابي، اقعد اتخانق مع الولاد واتخانق مع جوزي ومش عارفه ايه وكده، والواحد جاله الضغط وكده. لا، بس اللي انا شايفاه ده، او اللي انا شايفاه في الزمن ده، الواحد لازم اعصابه كده تبقى ايه، تبقى كده في تلاجة زي ما بيقولوا. لازم ناخد كل حاجه ببساطه. زي برضو قصه كده كنت ايه، بقلب على الفيس وشفتها، بيقول لك واحده ايه، كانت قاعده مع حماتها يعني في البيت، واحده اتجوزت وقاعده مع حماتها، واتنين ايه وحماتها دي مجوزه ايه، ولدين في البيت. فبتقول لك سبحان الله، من اول ما انا اتجوزت وايه وحماتي بتعمل فرق. اول ما اتجوزت اما كملت الشهر وابتدت الخناقات والمشاكل وتقوم جوزي عليا، وكل شويه تتخانق، وتعامل سلايف التانيين سبحان الله بطريقه كويسه. فبتقول لك كنت بصوا خلاص كل شويه ازعل وكل شويه اغضب وكل شويه اتخانق مع جوزي، لحد ما جت في يوم من الايام واحده جارتها قالت لها ايه، بقول لك ايه، ما تاخدي كل حاجه كده ما تاخدهاش على اعصابك، خلي حماتك تتكلم وتتكلم وانت ولا ايه ولا في دماغك، عادي كبري دماغك. بيقول لك بقى بقت حماتها دي تطلع عندها لحد باب الشقه، ممكن يعني لدرجه ان جابت يعني معلش سوري في الكلام، جابت الزباله وحطيتها قدام شقتها، تخلي سلايفها يكنسوا وينضفوا يحطوا لها الايه، ويحطوا لها الزباله قدام شقتها. تقعد تشتم وترمي بالكلام برضو قدامها، بتقول يعني بتقول لجارتها انا ما بعملش حاجه فيها وحشه، يعني من اول ما اتجوزت. يعني انا ذات نفسي بقول يمكن في موقف حصل ولا حاجه حصلت هي اللي خلت حماتها كده، لا بس هو ساعات كده والله يا جماعه يعني بيبقى ايه، بيبقى قبول يعني في حما كده، بتحب واحدة عن التانية، يعني احنا عارفين ومجربين الحاجات دي، تحسي كده الحما في واحدة بتفرقها عن ايه، عن التانية. فالمهم بقى دينا بنرغي مع بعض، جت بتقولك ايه، بتقولك بقت ايه تجيب سلايفي وتقعد تضحك وتهزر معاهم وتقعد تضحك معاهم. كنت في الاول اتخانق وازعل واقول لجوزي، جوزي يقول لي معلش هعمل ايه، دي امي يعني هروح اضرب امي. المهم ايه، قعدت بقى ايه تسيس امورها وسمعت كلام جارتها ده، وبقت الوليه بقى اللي هي ايه حماتها دي تيجي قدام شقتها تقعد تتخانق وتشتم، وتقعد تهزر بقى مع سلايفه التانيين عشان تغيظها. كانت ساعات تدخل وتقفل الشقه، ساعات تشغل التسجيل التلفزيون وتعلي الصوت. وبصي بقت تاخد الامور ببساطه خالص، لدرجه ان حماتها دي هي اللي كانت بتتعب. وبتقول لك جات بقى ايه، مره بقى في رمضان، جت راحت قايله ايه بقى، هي بقى ما بتحبش بقى مرات ابنها، عزمت بقى سلايفها كلهم وعزمت بناتها، وجت بقى الايه لجوزها تقول له هات عيالك وتعالى عشان تفطر معانا. فقال لها طب ومراتي، يعني ده يعني والله الكافر ما يعملهاش يا جماعه، طب ومراتي، قالت له لا مراتك لا، مراتك ايه تفطر هنا في البيت، حتى ما قالتش نبعت لها الفطار. المهم ايه، قال لها لا، راحت بعت ايه بنتها وقالت لها روحي قولي لاخوكي تعالى انت والعيال. شفتوا بقى يا جماعه الهدوء الاعصاب،
والرزانه بقى، وان انت ممكن تحرقي دم اللي قدامك بالسكوت. احرقيه فعلا بسكوتك كده، سكوتك ده ممكن يحرق اللي قدامك. راحت قالت له ليه انت يا فلان مش عايز تنزل ليه؟ لا انزل، لبس الولاد والبسوا يا ولاد، يلا وانزلوا، يلا انزلوا عند تيتا تحت. قال لها ازاي يعني؟ قالت له لا، انا عايزاك انت تنزل تحت، مالكش دعوه بيا، خد ولادك وانزل اتبسط مع اهلك وانزل تحت عادي، انا كده كده بروح عند اهلي. قال لها ازاي يعني؟ لا انت لو ما نزلتيش انا مش هنزل. والله يا جماعه شابوه الراجل ده، يعني بصراحه برضو يعني بيراعي شعور مراته يعني. قالت له لا والله لا تنزل، وحلفت عليه. المهم الراجل ما كدبش خبر، وقال يلا خلاص نبعت لك الفطار. قالت له لا والله ما تبعت لي الفطار، انا كده كده عندي الاكل، لو انت بعت لي الفطار انا مش هاكل. المهم خلاص قال لها ماشي، طالما انت عندك الاكل وكده انا عشان ما ازعلكيش، وخد بعضه بس كان متضايق. ونزل فين؟ ونزل عند مامته، نزل تحت. المهم ما كملش بقى حوالي نص ساعة وكده، وبقولك لا وايه بقى عجبتني والله، عجبتني 10/10 الست دي. وبيقولك لا بتاع الدليفري بيخبط على البيت. هي طبعا كان متصل بيها بقى، طبعا راحت هي نازله بتفتح الباب، هما بقى في الشقه في الدور الارضي، حماتها بقى. فبيبصوا طلعوا في قالت لهم انا جايبه دليفري. الدليفري دي بقى، الدليفري ده جايبه ايه بقى؟ جايبه يا ستي حمام وفراخ مشويه وكفته وطرب. حماتها قالت لها انت هتخربي بيت ابني؟ قالت لها اخرب بيت ابنك ليه؟ لا وداخله بكل هدوء اعصاب، تعالى يا فلان اللي هو جوزها، تعالى يا حبيبي عشان تحاسب الدليفري. طبعا جوزها جه يعني يعني انا بفطر عند امي انا وعيالي، وانت اللي فوق لوحدك وكمان جايبه دليفري، هتخانق معاكي؟ غصب عنه طلع الفلوس، وهو بسامحني لان هو بيحب مراته بقى وزعلان على اللي هما بيعملوا فيها. بيقول لك راح مطلع 1200 جنيه في ثانيه دفعهم. طبعا الوليه بقى والبنات بقى وسلايفها كانوا هيجي لهم جلطه، وخدت الاكل. وهي طالعه بتقول لعيالها كلوا نص بطن عند تيتا علشان تيجوا تكملوا اكل فوق، تكملوا فطاركم فوق. طبعا الست بقى قعدت تتخانق، ده انت هتخربي بيت ابني، انت ساكت لها، انت ساكت لها ازاي كده؟ طبعا جوزها مرضيش يتكلم. بيقول لك الوليه ضغطها عالي وهي اصلا عندها السكر، راحت واقعه في الارض، خدوها وطلع يجروا على الدكتور على المستشفى. وهي التانية ولا جريت وراها ولا راحت المستشفى ولا اي حاجه. ما هو بصوا، ان ربك لبالمرصاد، يعني انت الواحد اللي بيعمل حاجه بيلاقيها. يعني انت لو عملتي خير كانت مرات ابنك دي حبتك وطلعت تجري وراكي وعملت كل حاجه حلوه. بقول لك راحت المستشفى، وبعد ما جت بقى من المستشفى نزلت، ازيك يا ماما اللي هي مرات ابنها، عامله ايه؟ الف سلامه عليكي، تحرقيش دمك يا ماما ولا تتعبي نفسك، مفيش حاجه مستاهله، الدنيا مش مستاهله. فبصوا يا جماعه، والله العظيم والله العظيم انا فعلا انا بسقف للبنت اللي هي عملت كده دي. خدت الامور ببساطه. انت هتحرقي دمك ليه؟ ما تحرقوش دمكم، خدوا الامور ببساطه خالص. يعني بصوا في الزمن اللي احنا فيه ده، الضغوطات اللي احنا فيها دي مش مستاهله ان احنا ان احنا نزعل ونعمل حاجه ولا نزعل حد المفروض. بس لو انت حقك هتاخديه بالزعيق وبعلو الصوت، والله مش بصي هتخسري صحتك. احسن حاجه خليكم كده هاديين خالص، وخدوا الامور ببساطه خالص. ده مثال يعني. احنا عملنا الحواوشي كذا مره على فكره، انا بعمله معاك اهو. الحواوشي دلوقتي نص كيلو لحمه ما شاء الله، عمل لنا كميه معتبره. ايه ده، في كمان اهو يقضي رغيف كمان. طبعا كل وصفه الحواوشي دي خشوا عندي وانتوا تعرفوا التفاصيل بالظبط. نص كيلو لحمه يعمل لك كميه محترمه كده. بس كده احنا عملنا الحواوشي اهو، هنحطه بقى في الفرن. انا قلت يخلي الفيديو ان انا ارغي معاكم كده واقول لكم القصه دي، ان انتوا بصوا ما تاخدوش كل حاجه على اعصابكم. انا والله لما شفت صاحب المحل ده وشفت القصه كده دي على الفيس وانا بقلب، قلت فعلا والله الواحد لازم يبقى عنده هدوء اعصاب. لان الزمن اللي احنا فيه ده والضغوطات دي مش عايزه مش عايزه الواحد يفضل دمه يتحرق. دمك هيتحرق على انت اللي هتتعبي. خدي كل حاجة ببساطة، الدنيا مش مستاهلة والله يا جماعة. والله اللي حصل بصوا، لاعب الكرة ده ابراهيم شيكا، بصراحة الدنيا مش يعني الواحد ما يبكيش عليها. ولا الممثل اللي هو انا بحبه بصراحة سليمان عيد ده. يعني بصوا، يلا الله يرحم اموات المسلمين جميعا يا رب. خدوا الامور ببساطة، متتعبوش نفسكم، عيشوا الحياة بحلوها وبمرها، حياة حلوة وبسيطة. وعامة الرحلة قصيرة يعني، احنا يعتبر ضيوف على الدنيا اللي احنا فيها دي. كده ندهن بقى الحواوشي بتاعنا كده،
شويه كده زبده على شويه زيت، او شويه سمنه بس، او شويه زيت بس، ونحطه الفرن بقى. شويه مخلل كده بقى وايه، وغدا خفيف كده. نص كيلو لحمه عمل لنا ما شاء الله كميه معتبره. كام رغيف يا جماعه؟ ادي 3 6 9 12 رغيف ما شاء الله، الله اكبر يعني، ومليانين كده وحلوين بقى. ايه، خشوا عندي وانتوا تعرفوا الطريقه والوصفه بتفاصيلها وبحركاتها. انتوا كده تحطوه بقى في الفرن. بصوا احنا كده كده دهنين الصاج، يا دوبك يحمر من تحت في الفرن. ما تشغليش شوايه، هو الفرن هيعمله من فوق ومن تحت، وتيجي قلباه بقى. اول ما تقلبيه يحمر برضو، ياخد الوش ده، واحلى حواوشي ايه هتاكلوه. دلوقتي يا حبايب قلبي طلعنا الحواوشي من الفرن اهو، ما شاء الله حاجه كده اللهم بارك. شايفين وشه احمر ازاي؟ وشايفين القرمشه؟ مش عارفه سامعينها ولا لا؟ شايفين اللحمه من جوه فكتش مننا خالص ولا ثابت، وحاجه كده اللهم بارك. تعالوا عندي بس واتفرجوا على الفيديو وانتوا تعرفوا احلى الطريقه لعمل الحواوشي، سهل وبسيط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.